هاي يا جماعة عاملين ايه؟ حاسة كده خلاص كلنا خدنا الأجازة. تالتة ثانية مفضلهاش كتير وهتاخد برضو الأجازة. طيب أنا ازاي بقى هستغل الأجازة؟ الناس عامة بتدخل الأجازة متحمسة وأنا هعمل وأعمل وأعمل. بعد أسبوعين هتلاقي نفسها ضيعت وقتها في النوم، في الموبايل، في الخروج، ومعملتش أي حاجة. والمشكلة يا جماعة مش ان الاجازة صغيرة او قصيرة، لا، هو الفكرة ان انتي لازم تدخلي الاجازة دي وانتي مخططة لها. فانا هقولك على 10 حاجات، ال10 حاجات دي لو انتي عملتي حتى نصهم ترجعي الدراسة او هترجعي شغلك وانتي شخص مختلف تماما. So just keep watching. طيب خلينا نبتدي على طول، واول حاجة واللي هي اهم حاجة علاقتك بربنا. دي كده كده اول حاجة هتركزي عليها في الاجازة. ارجعي انتظمي في الصلاة لو انتي مش منتظمة. ما ينفعش ما تكونيش ما بتصليش. قومي واجبري نفسك تخلصي كل الفروض بتاعة اليوم. خلي فيه ورد يومي عندك، على الاقل لو صفحة واحدة كل يوم هتلاقيها بتفرق جدا معاكي. ادعي دايما، تصدقي دايما، استغفري دايما، الصلاة على النبي دايما برضو. كل الحاجات دي هتحسسك ان انتي شخص كويس، تحس ان انتي بترضي ربنا. فانتي اول حاجة تركزي عليها انك تظبطي علاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا لما تتحسن هتلاقي ده بيترتب عليه راحة حياتك، راحة بالك، وهتلاقي كمان حياتك ماشية احسن. تاني حاجة وهي الاستثمار في جسمك. بمعنى لو انتي جسمك تعبان، نومك بايظ، اكلك مش صحي وسيء، مستحيل تعرفي تنجزي حاجة في الاجازة. طيب الحل ايه؟ انزلي جيم. انزلي جيم دايما، اصلا يبتدي يومك برياضة. طيب لو انتي مفيش جنبك جيم، او انتي مفيش قدرة على انك تروحي جيم، خلاص مش لازم جيم، انزلي تمشي عادي. طيب لو انتي برضو مش هتعرفي تعملي ده، في على اليوتيوب مليان، ابحثي هتلاقي فيه تمارين كتير قوي ممكن تعمليها في البيت. في ابلكيشنز كمان ممكن تنزليها وتبتدي ان انتي تعملي منها التمارين دي في البيت. كمان نومك محتاج يتظبط. ما ينفعش احنا نبقى عايزين نحسن من نفسنا وهنعمل كذا حاجة في الاجازة فنبتدي نصحى على العصر. نمت الساعة 6 الصبح وتصحي على العصر، دي انسيها تماما. السهر بيضيع التركيز، مش بيخليكي تعرفي تعملي اي حاجة في يومك وبيأثر وقت يومك. فاحنا في تاني حاجة هنهتم بجسمنا ونومنا. تالت حاجة وهي الانجليزي. قلت قبل كده ان الانجليش ده حاجة مهمة جدا وهتفيدك، ومبقاش في شغلانة بتستغنى عن الانجليش. فالانجليزي خلاص ما بقاش مميز، ما بقاش اللي معاه انجليزي ده واحد كده مميز، لا، ده بقى الحد الادنى دلوقتي. دراستك، شغلك، كله بيتطلب ان يكون معاكي انجليش. فانت محتاجة تطوري الانجليش عندك، تبتدي بقى تشوفي الانجليش ده انا ازاي اطوره، كليسننج، كرايتنج، كان انا اتكلم. فهتبتدي بقى تدوري ازاي انت هترفعي ليفل الانجليش بتاعك في الاجازه دي. انا اوريدي كنت عامله فيديو عن ازاي بنطور الانجليش بتاعنا. الفيديو ده لو شفتيه وطبقتيه شهرين وهتلاقي مستواكي اختلف تماما. رابع حاجه انك تهتمي بنفسك. نفسك هي الشخص الوحيد اللي مكمل معاكي مشوار عمرك كله، انت لازم تدلعيها. والاهتمام بالنفس ده مش معناه ميك اب ولبس جديد، لا. اهتمي بنفسك يعني تهتمي ببشرتك، اهتمي بشعرك، اهتمي باكلك، رتبي اوضتك، خلي دايما اوضتك نظيفه ومترتبه، خلي دايما المكان اللي حواليكي مريح نفسيا. ده كله هيأثر عليكي وهيأثر على يومك. كل ما المكان كان مش مترتب كل ما افكارك هتتشتت، مش هتعرفي تعملي اي حاجه. لكن لو مترتب اكيد تركيزك هيكون احسن. خامس حاجه انك تجربي حاجه جديده. اكبر عدو للتطوير هو الروتين. طول ما في روتين مش هتعملي اي حاجة. طول ما انت يومك نفس الروتين بيتكرر يبقى انت مش بتتطوري. اعملي حاجة ما عملتيهاش قبل كده. ممكن مثلا تتعلمي طبخ لو انت مش بتعرفي تطبخي، ممكن تتعلمي طبخ من اول وجديد. لو انت عارفة ممكن تتعلمي طبخة جديدة، اتعلمي مهارة جديدة، اتعلمي لفة طرحة جديدة، تسريحة جديدة. كل ده يخليك تحسي بشعور جديد وتحسي كأن انت عملتي حاجة في يومك وشغلتي يومك. سادس حاجة، اشتغلي. اشتغلي حتى لو انت مش محتاجة الفلوس. الشغل مش مجرد مرتب احنا بناخده اخر الشهر وخلاص، لا، ده الشغل بيعلمك مسؤولية، بيعلمك الصبر، تتعاملي مع ناس جديدة. انت نفسك اكيد هتتعلمي منه حاجة جديدة، منك برضو اديكي شغلتي يومك بحاجة جديدة انت بتعمليها اللي هو شغلك، هيعلمك قيمة الفلوس. فلا، اشتغلي بجد، لازم تشتغلي. طب لو مش متاح او انتي مش حابه انك تشتغلي تحت، رغم ان انا بفضل الشغل تحت، اشتغلي اونلاين. في شغلانات اونلاين كتير تقدري انك تشتغلي فيها، مودريتور، سيلز اسيستنت عند مدرس بتاع ثانويه. فانتي اسعي، وكل ما تدوري كل ما هتلاقي فرص اكتر. سابع حاجه، ثقفي نفسك. ابتدي ان انت تقراي كتب، اسمعي بودكاست، بدل ما انت بقى بتقلبي على التيك توك والانستجرام ريلز ومعرفش ايه. لا، انا اسمع حاجه تفيدني واسمع الناس اللي هتفيدني. حتى لو ياخد منك في اليوم ساعه واحده، اسمك دخلتي معلومات جديده على دماغك، بتثقفي نفسك اكتر.
اكيد الساعه دي هتفرق وهتطلعي منها عارفه حاجات كتيره قوي انت ما كنتيش تعرفيها قبل كده. مثلا سمعتي بودكاست معين، بعد ما تخلصيه كده ورقه وقلم، انا اتعلمت ايه من البودكاست ده، طب هو اثر فيا ازاي. فانت الاهم برضو من انك تسمعي وخلاص، لا انت تطبقي اللي انت بتسمعيه. كمان زي ما قلت ممكن انك تقراي كتب. الكتاب الصح لما تقرايه فعلا هيوفر عليكي سنين من التجارب. مش شرط تقراي كتب كتيره، مهم تقراي المفيد منها وكمان تطبقيها على نفسك برضو مع التطبيق، لان اهم حاجه ان انت تطبقي اللي انت بتعمليه. من حاجه هي انك تراقبي كلامك. بمعنى ايه اراقب كلامي؟ كلام بيعكس الشخصيه. راقبي كلامك كانك كده انت بتتكلمي مع نفسك. شوفي لو انت حد هيسمع كلامك هيستقبله ازاي. البنت اللي بتتكلم دي مش فاهمه هي بتقول ايه، البنت دي بتتكلم بصوت عالي، بتتكلم بسرعه وبعشوائيه، محدش فاهم اللي هي بتقوله حاجه، بتقاطع الناس وهي بتتكلم مثلا، هل هي واثقه من اللي بتقوله. انت كل ده محتاجه ان انت تراقبيه بالراحه، تتكلمي بهدوء، ركزي ونقي كلامك قبل ما تطلعيه، عشان زي ما قلتلك كلامك بيعكس شخصيتك. تاسع حاجه هي انك تحوشي. مش لازم يكون معاكي مرتب كبير قوي عشان تحوشي، المهم ان انت تتعلمي العاده دي وتحوشي، حتى لو 5 أو 10 جنيه كل اسبوع. حتى برضو الهدف اللي انت بتحوشي عشانه. التحويش هيعلمك الصبر، يعلمك برضو التخطيط، وكمان بقى لما تشتغلي دي اكتر عادة هتفرق معاكي في حياتك. 10 حاجة وهي نقطة مهمة جدا، اتعلمي ال AI وبرامج الكمبيوتر. دي من النقط المهمة جدا جدا جدا. عايزة اقول احنا داخلين على وقت اللي مش بيعرف يستعمل البرامج دي فيه دلوقتي، او مش بيعرف يستعمل ال AI في حياته، خلاص هو متأخر. اتعلمي كل برامج الذكاء الاصطناعي، تشات جي بي تي، جيميناي، كلاود، ديب سيك، بلاك بوكس. بص في كتير قوي. المهم ان انتي تعرفي كل واحد متخصص في ايه احسن من ايه، تقدري انتي تستغليه ازاي، وكل ده مهم انك تستغلي ده وتعرفي ازاي هما هيقدروا يفيدوكي في اي حاجه انت عايزاها. الكمبيوتر بقى، اتعلمي اكسل، اتعلمي وورد، اتعلمي باوربوينت. الحاجات دي بدائيات بس هي مش عند ناس. لازم 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 تتعلمي البرامج دي وتعرفي تستخدميها لصالحك انتي في مجال شغلك، في دراستك، هيسهلوا عليكي كتير قوي. وانا مش بقولك تبقي محترفه فيهم، يعني تبقي عارفه تعملي ابسط الحاجات فيهم. المهارات دي بجد بتفرق قوي وهتوفر عليكي وقت كبير قوي، واوريدي هتميزك عن اي حد تاني. كانت اخر نصيحه قلتها، عايزه اكد عليه ان الاجازه مش هدفها انك جاست ترتاح، لا لازم ترجعي منها شخص جديد، شخص مختلف. مش لازم تكوني بتعرفي تعملي كل حاجه، ولكن على الاقل هتكوني اكتسبتي حاجات جديده كتيره قوي. وبوعدك الناس كلها هتتفاجئ وهتلاحظ التغيير عليكي، وقبل كل الناس انتي نفسك هتحسي بيه وهتلاحظيه على نفسك. المهم دايما افتكري ان خطوة صغيرة بس احسن بكتير من انك ما تكونيش بتعملي اي حاجة. And that's it for today. Thank you for watching. Bye bye.